أهلا بيكم في فيديو جديد. بيبتدي فيلمنا في هامبورج في ألمانيا، وبنشوف فريق الأوبرا الوطنية وهو بيستعد لحفلة مهمة، وبيديهم المايسترو آخر التعليمات علشان كله يبقى جاهز. وأول ما تبدأ الحفلة بيوصل عصابة كلهم ملثمين ومعاهم سلاح، وبيهجموا على الحفلة بالسلاح وبيهددوا كل اللي هناك، وإن اللي هيتحرك هيقتلوه. وبيفتح زعيم العصابة لايف وبيقول إنه هيقتل واحد من فريق الأوبرا كل شوية لحد ما ياخد الفلوس اللي طلبها. وطبعا الشرطة بتبعت فريق التدخل السريع علشان يشوفوا اللي بيحصل هناك، وبيكون جون هو قائد الفريق ومعاه ماتيو، والاتنين بيكونوا متأكدين ان الدنيا هتتلم بسرعة. وبيفضل ماتيو يراقب الوضع، وبيقول له جون ما تضربش نار علشان ما حدش يتأذي. بس لما بيشوف ماتيو ان رئيس العصابة قتل المغنية بيضرب عليه نار، ومش بيقدر يمسك نفسه وبيهجم على المكان، وبيحصل ضرب نار بين الطرفين والدنيا كلها بتتقلب. وبعد شوية أكشن وضرب نار بيقدر رجالة جون إنهم يخلصوا على كل العصابة، بس بيتصدم ماتيو لما بيعرف إن جون مصاب، وبيفضل معاه لحد ما يموت. وبنروح بقى بعدها ب5 سنين لماتيو اللي اتغير خالص وبقى شغال في تقطيع الحطب، وبيروح يقبض مرتبه وبيركب عربية رايحة بوخارست. وبعدها بقى بنروح أمستردام مع الانتربول اللي قبض على شوية مهربين، وبتضرب شيرا والظابط اللي معاها واحد منهم اسمه رومان، واللي بنعرف بعدها إنه شغال معاهم علشان يوقع عصابة سيبان. وبيكون بير واقف وشايف كل اللي بيحصل ده، وبيتصل بسيبان وبيقول له خلي بالك في حاجة غلط حصلت والشرطة قبضت علينا. وبتروح بعدها شيرا تكلم رومان وبتكون عايزة تقبض على اللي ورا التجارة دي كلها. وبنرجع تاني لماتيو اللي بيوصل أخيرا لبيت هايلين اللي كانت مرات جون، وبتفتح له بنته اللي بتكون مستغربة إنه طويل وضخم. وبتطلع هايلين تقابله وبتقول لبنتها إن ماتيو كان أعز صاحب لأبوها. وبعدها بيعرف ماتيو إن هايلين اتجوزت واحد اسمه بول علشان تعرف تربي بنتها. وبيقول لها ماتيو أنا عايز أعترف لك بحاجة مهمة، موت جون كان غلطتي لأن أنا اللي ضربت النار الأول وما قدرتش أحميه. بس بتقول له لا أنا مش بعد ما قدرت أتخطى كل اللي حصل ده تيجي تقول لي كده، وبعدين أنت أصلا ما حضرتش جنازته علشان تيجي تعمل نفسك صاحبه. وبتفضل هايلين تعيط وهي بتفتكر اللي حصل، وبعدها بيعتذر لها ماتيو وبيمشي من البيت. بس بتقول له هايلين خليك قاعد معانا، انت اصلا مش هتلاقي مكان تاني تقعد فيه. وبنشوف سيبان اللي بيقول لرجالته في واحد خاين معانا وانا لازم اعرف هو مين. وبيرجع بول من الشغل فبيلاقي بنته قاعده مع ماتيو، ولما بيسال هايلين مين ده بتقول له انه صاحب جون ومش لاقي مكان يقعد فيه. وبول بيكون مش عاجبه قوي الوضع بس مش بيرضى يرفض علشان ما يعملش مشاكل. وبعد ما تدخل انجل البيت بتقول له امها انها حبت ماتيو علشان شخص طيب. وبيكون ماتيو قاعد بره عمال يفتكر في ذكرياته مع جون، وبيفتكر ايام افغانستان لما كانوا مع بعض في مهمه، وكان جون عمال يقول له انت لازم اول ما ترجع امريكا تكلم البنت اللي عجبتك علشان تتجوز. وفي نص الذكريات بيطلع بول يقعد معاه وبيقول له انت اكيد متكيف من شكل السما النظيف ده. بس بيقول له ماتيو انا كنت بحب السما في افغانستان علشان هاديه. وبعدها بيرجع بول لهايلين وبيقول لها انا قلبي مش مطمن لماتيو ده، وكل كلامه بيقول انه مريض نفسي، الراجل بيحب افغانستان. بس بتقول له هايلين انها عارفه ان جون وهو تعرضوا لمشاكل كتير وشافوا بلاوي يعني. وتاني يوم بيصحى ماتيو بدري وبيقرر انه يرجع للتدريب تاني، وبينزل الشارع يجري شويه، وبيرجع قبل ما انجل تروح المدرسه. وبيروح برضه سيبال لبول وبيقول له انت شكلك كده بتنصب عليا وبتسرق فلوسي. وطبعا بول بيترعب منه وبيقول له لا ثواني انا هشوف المشكله فين واحلها. ولما بيراجع شويه حسابات بيقول لسيبان دي غلطه وانا هصلحها. فبيقول له سيبان قدامك لحد بكره علشان لو ما عملتش كده هزعلك. وبعدها بترجع هايلين وانجل من المدرسه علشان يقابلوا ماتيو، وبتقرر هايلين انها تفك عنه شويه بعد ما شافته شايل الهم. وبيروح ماتيو معاهم الملاهي علشان يلعب شويه ويهزر. ولما بترجع هايلين البيت بتلاقي بول قاعد شايل الهم، ولما بتقول له مالك بيقول لها انها شويه مشاكل في الشغل وهيظبطها قريب والدنيا هتبقى تمام. وتاني يوم بيصحى ماتيو بدري وبيتمرن برضه، وبتكون في رحله ماشيه باتوبيس في نص المدينه، بس بيتصدموا لما بيلاقوا جثه متعلقه فوق الكوبري وبتقع على الاتوبيس. ولما بتوصل الشرطه المكان بتعرف شيرا ان اللي مات ده يبقى رومان، وطبعا ده معناه ان سيبان قطع عليهم وعارف مين اللي شغال معاهم. وبعدها بيتصل سيبان ببول وبيقول له خير طمني على فلوسي. بس بيقول له بول انا عايزك تثق فيا، الدنيا دلوقتي صعبه بس شويه، انما اديني وقت وانا هظبط لك الدنيا. وطبعا الكلام ده مش بيعجب سيبان اللي بيقول لبول انا اديتك وقت وانت شكلك كده عايز تتظبط. وطبعا بيخاف بول على حياته وبيفضل مقلق.
وفي نفس الوقت بيكون ماتيو قاعد يشتغل بالخشب ومحدش عارف هو بيعمل ايه. وبتشوف انجل اثار الجروح اللي على جسمه وبتقول له انه بيفكرها بابوها. وبتتصل هايلين ببول اللي بيكون مزنوق طبعا ومش عارف يعمل ايه، وبيقول لها انه عنده ضغط شغل وهيتاخر عليها. وبعدها بيفضل يتصل برومان وطبعا مش عارف انه اتقطع عليه واتقتل. وبيكون ماتيو في الشارع مع هايلين وانجل، وبتقول له هايلين خليك معانا بلاش تمشي علشان احنا محتاجينك جنبنا دلوقتي. وفي نص الكلام بيوصل رجاله لابسين قناعات وبيضربوا ماتيو لحد ما بيقع على الارض، وبياخدوا معاهم انجل وبيجروا على العربيه بتاعتهم ويهربوا من عندهم. وبيفوق ماتيو وبياخد عجله موجوده في الشارع وبيطلع يجري وراهم. وبتتصل هايلين ببول وبتقول له الحقني بسرعه دول خطفوا انجل. وطبعا على طول بيعرف ان سيبان هو اللي ورا القصه دي كلها، وبيتصل بيه بول وبيقول له انا عايز بنتي وفكك من الطريقه الرخيصه دي. بس بيقول له سيبان لما ياخد فلوسي الاول نبقى نشوف الموضوع ده، وبيقفل في وشه. في الوقت ده بيكون ماتيو مكمل جري ورا العصابه لحد ما بيقع قدام العربيتين وبيتخبط ويغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في سرير بكلبشات وبيفضل يخبط لحد ما بيقدر انه يقوم. وبتكون شيرة هناك في المستشفى وبتقول له انت لازم تهدى واحنا هنتصرف. بس بيقول لها ماتيو انه هياخد حقه بنفسه ولازم يعرف مين اللي ورا القصه دي. وبيرجع البيت وبيقول له بول ومراته انه لازم يروح ينقذ انجل بسرعه. بس بيقول له بول انت هتروح تموت، انت اصلا تعرف مين سيبان ده شغال مع اقوى منظمه في تايلاند والناس دي تقدر تقتلك. وطبعا بيتحول عليه وبيقول له انت تعرف منين موضوع تايلاند ده. ومش بيعرف بول انه يخبي اكتر من كده، وبيقول له هم عاملين كل ده علشان انا ناصب عليهم في فلوس. وبيقول له ماتيو خليك انت هنا وانا هروح انقذ بنت جون علشان دي تعتبر بنتي. وطبعا بيفضل بول يعتذر لمراته وبيقول لها انه ما كانش يقصد كل اللي حصل ده وان الدنيا كانت المفروض تتلم. وبيقول ماتيو لبول فكك من الكلام ده علشان مش هيجيب نتيجه، وانا عندي خطه ليك لازم تنفذها علشان تنقذ بنتك. وبيخليه يتصل بسيبان ويقول له انا عايز ارجع بنتي باي ثمن انت عايزه. وبيقول له سيبان انت خلاص عرفت تجيب الفلوس. وطبعا بيقول له بول انه جاب الفلوس، فبيتفق معاه سيبان على المكان اللي هيقابل فيه رجالته علشان ياخد بنته. بس المشكله ان سيبان بيكون قاطع ان دي خدعه وان بول ما جابش فلوس ولا حاجه، وفعلا بيبعت رجالته من غير البنت علشان يقابلوا ماتيو. وفي الوقت ده بتكون الشرطه قدرت تفك شفره موبايل رومان وبيعرفوا ان بول اتصل بيه بعد ما مات ويكلموا على صفقه عايز يعملها معاه. فبيروح الضابط ميتشل علشان يقبض على بول، بس اول ما بينزل من عربيته بياخدها منه ماتيو وبيقول له طريق السلامه انت. وبيدخل ميتشل البيت علشان يقبض على بول، بس بتقول له هايلين تعالى اعمل لك قهوه الاول تظبط حالك. وكده كده بول مش هيطير يعني، بس المشكله ان في واحد من رجاله سيبان بيوصل علشان يعرف ان بول كان بيخونهم. ولما بيحاول ميتشل يدافع عن نفسه بينضرب وبيقع على الارض. وفي الوقت ده بقى بيكون ماتيو وصل المكان اللي المفروض ياخد فيه انجل، بس بينزل واحد من رجاله سيبان ياخد الشنطه وبيقول لماتيو مالكش عندنا حاجه. ولما بيفتح الشنطه بيلاقيها قنبله وبتنفجر في المكان، وبيقدر ماتيو انه ياخد المسدس من اللي كان ماسكه ويقتل بيه باقي اللي موجودين. وبيمسك الاخير اللي هرب من القنبله بالعافيه علشان يعرف منه مكان انجل وبيعلقه في مكان مهجور وبيفضل يعذب فيه لحد ما بيعترف بمكان انجل. وبنرجع تاني لميتشل اللي مش قادر يدافع عن نفسه قدام اللي بيضربه، وكل ده وبول مستخبي في الدور اللي فوق ومستنى اي فرصه علشان يهرب. ولما يلاقي ميتشل اخيرا قدر يقتل اللي كان بيضربه بينزل جري وبيسيب مراته تساعده هي وبيهرب من المكان. بس علشان نيته مش سالكه لما بيطلع بره علشان يركب عربيته بيكون في واحد من رجاله سيبان قاعد وراه وبيخنقه طبعا وبيخلص عليه. وبيكون ماتيو اتصل بشيرة وقال لها على المكان اللي انجل مخطوفه فيه، وبيروح ماتيو على هناك لوحده علشان يدخل. وطبعا كل ما الحراس يحاولوا يمنعوه بيتعامل هو معاهم لحد ما بيعرف يدخل مكان قريب. وبتوصل شيرة هي كمان علشان تساعده يخلص على باقي الحراس. في الوقت ده بيكون سمع سيبان كل اللي بيحصل، فبياخد معاه انجل واتنين من رجالته وبيهرب. ولما بيقرب منهم شيرة وماتيو بياخد سيبان انجل وبيهرب، وبتحصل معركة بين شيرة وماتيو ضد رجالة سيبان. وطبعا علشان ماتيو كان تعب من كتر الضرب بيكون ضعيف وبيفضل يتضرب ويتصاب زيادة ما هو متصاب. وكمان شيرة بتقع على الارض هي كمان وبتنضرب. وبعدها بقى بيسخن ماتيو وبيقوم من على الارض وبيضرب اللي معاه، وبيروح على اللي كان بيضرب شيرة هو كمان وبيضربه على دماغه. وبيجري بعدها على صوت ضرب النار بتاع سيبان وبيلاقيه واقف ومعاه انجل. فبيقول له ماتيو سيب انجل وانا هسيبك تعيش. بس بيقول له سيبان انت شكلك مجنون ولا ايه؟ انا معايا مسدس وانت معاك سكينه حقيره. بس بيفضل ماتيو واقف بالعافيه وهو مصاب قدامه لحد ما بتعض انجل ايد سيبان اللي بيسيبها. وفي اللحظه اللي بيضرب فيها ماتيو بالنار بيكون ضربه بالسكينه في قلبه وخلص عليه. وبنروح بقى بعدها ب5 شهور مع انجل اللي بتكون قاعده مع هايلين وبتسالها انا ممكن اشوف ماتيو تاني ولا لا.
وبتقول لها أكيد هنشوفه تاني. وفعلا بنشوف إن ماتيو لسه عايش وخد مركب يلف بيها شوية بعد ما زهق من حياته. وبس كده بيخلص فيلمنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، وما تنسوش اللايك والشير. وطبعا لو في فيلم عاوزين نلخصه اكتبوه تحت في التعليقات، واستنونا في فيديوهات جاية كتير. سلام.